السلام عليكم. مباراة اليوم مباراة غريبة، مباراة لازم نرجع خطوة لورا ونشوف كيف تونس بدأت بالقوة، وكيف فلسطين أنهت بالمقابل، وكيف الدقيقة 90 قلبت الصورة 3 مرات، وفي النهاية خرجنا بتعادل هدفين لهدفين، لكنه أبعد ما يكون عن تعادل عادي. تونس طفرت شخصيتها من أول دقيقة، تونس دخلت بثقة. 4-3-3 واضحة، الأطراف عالية والضغط مرفوع على دفاع فلسطين. الدقيقة 16 تونس تضرب أول مرة، كرة مقطوعة، انتقال سريع لعيون داخل منطقة الجزاء، لمسة عرضية، هدف. البداية بداية تونسية 100%. لكن المهم مش الهدف، المهم كيف سجل الهدف. الضغط، الافتكاك، التحول السريع، هذا بالضبط ما كان يريده سامي الطرابلسي. يسجل هدف مبكر ويجر فلسطين للوراء. تحليل التكتيكي: الشوط الأول، بن رمضان اللاعب المحوري يربط الخطوط. ساسي لاعب وسط يوازن كل شيء. الشواط يتحرك بين الخط والعمق ويفتح مساحات. تونس هنا كانت مرتاحة، لكن ما لكن ما عرفتوش الضربة للمرة الثانية، وهذا شيء كلفها كثير في الشوط الأول. في الشوط الثاني فلسطين تنقلب. نصف الملعب تغير، الإيقاع تغير، وببساطة فلسطين رفضت أن تموت. إيهاب أبو جزر عمل تعديلات بسيطة، لكن تأثيرها كان ضخم. رفع الخط الخلفي 10 أمتار، ساب يدخل للعمق أكثر. محاجنا وصف صوافطة يضغط على حامل الكرة. النتيجة: تونس بدأت تخسر السيطرة تدريجيا. هدف عودة فلسطين، دقيقة 61. الهجمة بدأت من اليمين، عرضية، كرة على القائم الثاني، حامد حمدان يسجل، يسبق الجميع ويسجل. هذا هدف، مش هدف فقط، هذا إعلان عودة، إعلان إن الشوط الثاني ملك فلسطين. تونس ترد، الشواط يظهر، لكن الشواط اللاعب اللي ما بيخذ لك غالبا. يعيد تونس للمقدمة. خروج خاطئ من الدفاع، كرة مقطوعة، الشواط يستلم، يواجه، يسدد. هدف ثاني لتونس في توقيت حساس جدا. لكن تونس بعد الهدف تراجعت، نزل الإيقاع، والفريق فقد السيطرة على الوسط. هذه كانت نقطة التحول الحقيقية. اللحظة الدرامية، دقيقة 85. الكرة تتحول، تونس تحاول تخرج، لكن فلسطين تقطع الكرة ترتد داخل المنطقة. وهنا يظهر اللاعب اللي غير نتيجة المباراة: زيد قنبر. استلام، خطوة، تسديدة، تعادل قاتل، تعادل مستحق، تعادل يعكس روح منتخب فلسطين. ما الذي حصل فعلا؟ تونس لعبت نصف ساعة ممتاز، ثم انخفض مستوى الفريق بدنيا. فلسطين لعبت بنضج، ما استعجلت، عرفت تضرب اللحظات المناسبة. الفارق الأكبر الروح مقابل التنظيم. تونس منظمة، فلسطين مقاتلة، والنتيجة توازن. أبرز اللاعبين: تونس بن رمضان لاعب مفاتيح اللعب. الشواط أخطر عنصر هجومي لعيون لعب مباراة ممتازة في التحول. فلسطين حامد حمدان هدف، زائد ضغط، زائد شخصية، ساب أهم لاعب في التحولات. قنبر دخل، أنهى وكتب القصة. تونس بدأت المباراة بالقدم، فلسطين أنهتها مباراة قطر وسوريا، مباراة في كل شيء تتوقعه من كرة القدم العربية: صبر، صراع، تفاصيل صغيرة، تغير النتيجة، وهدف في الثواني الأخيرة يقلب المشهد كله. خلونا نمسك المباراة من أول لحظة ونفهم ليش صار اللي صار. الشوط الأول، قطر تضغط وسوريا تتماسك. من أول دقيقة شفنا بصمة لوبيتيجي واضحة. قطر مستحوذة، قطر ضاغطة، قطر تبني
من وراء بثلاثي دفاعي وجناحين يفتحون الملعب على آخره. أخطر لاعب في الشوط الأول بدون تفكير همام الأمين. اللاعب كان شغال على الجهة اليسرى، سرعة مهارة ثقة. الكرة اللي حطها في العارضة بالدقيقة 28 كانت إعلام مبكر أن قطر أقرب للهدف، لكن سوريا ما كانت مجرد فريق يدافع، لأنه لعبها في ذكاء. تشكيلة 4-2-3-1 منظمة والاعتماد على المرتدات. ويا جماعة، لو خربين سجل فرصة الدقيقة 22 كان ممكن نتكلم عن شوط أول مختلف تماما. الشوط ينتهي 0-0، لكن الحقيقة قطر أقرب للتسجيل وسوريا أذكى في التعامل مع ضغط المباراة. الشوط الثاني، تغييرات لوبوتيجي تقلب المباراة. في الشوط الثاني في الدقيقة، قطر حست أنها محتاجة لاعب يحسم اللقاء. الدقيقة 70، 3 تغيرات دفعة واحدة. سلطان البريك، أحمد فتحي وأحمد علاء الدين. وفعلا التغييرات اشتغلت. دقيقة 77، كرة من إيد ميليسون على طابق من ذهب، وأحمد علاء الدين يسجل هدف قدمته الجماهير القطرية من زمان. قطر هنا كان المفروض تضرب الثاني، لكن اللي صار العكس، انهيار قطر وعودة سوريا. بعد الهدف بعد هدف قطر تراجعت، مش شوية كتير. رجعت لنص ملعبها خلت سوريا تتنفس وتدخل المباراة. سوريا لعبها صح، دفع بكل أوراقه. محمود الأسود، ياسين سامية، لعب على العمق وعلى الثنائيات. والدقيقة 90، لحظة لحظة كل منتخب يحلم فيها. كرة تتوزع، خطأ دفاعي بسيط والكرة توصل للرجل اللي ما يخيب، عمر خرابين. تسديدة من لاعب يعرف يسجل تحت الضغط، وتصير النتيجة 1-1. سوريا ترجع من بعيد. أفضل لاعب ومن غير المباراة من جهة قطر همام، أفضل لاعب هجومي إد ماليسون، أفضل صانع المناع ثبات في المحور. من جهة سوريا، خربين كلمة السر، المواس شغل كبير على الأطراف، عنز انضباط عالي في الوسط. خلاصة، قطر لعبت كرة أجمل، سوريا لعبت كرة أذكى. قطر ضيعت الفوز بعد الهدف، وسوريا ما استسلمت ولا ثانية. نتيجة 1-1 عادلة، لكن مؤلمة لقطر وثمينة جدا لسوريا. كانت هذه قراءة هادئة لأهم تفاصيل مباراة قطر وسوريا. إذا حابين تحليل فردي للاعب معين أو مقارنة تكتيكية بين لانا ولوبتيجي اكتبولي.